السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنعمل البليله، هنشوف بنسويها ازاي، وكمان هنعمل منها صنف حلو وبسيط كده ينفعنا في الجو البرد اللي احنا عايشين فيه ده. الاول هنجيب نص كيلو من القمح، بس نختاره من مكان يكون نظيف علشان ما يبقاش فيه شوائب كتير، وهنغسله كويس قوي 6 7 8 مرات لغاية ما المية تبقى شفافة، وهننقعه ساعتين 3، وبعدين هنبدأ بقى نسويه، نحطه في الحلة ونحط عليه نص لتر من المية ونرفعه على النار ياخد غلوتين 3 وبس. هو كده يعني نطفي عليه ونغطيه ونسيبه لغاية ما يهدى تماما. بعد ما يهدى لو فتحنا عليه هنلاقيه شرب المية بتاعته، والحباية نفشت وفتحت وبقت مستوية خلاص. يعني طريقة التسوية بتاعته بسيطة خالص. خلاص كده جاهز معايا، نقدر نفطر بيه الصبح ونفطر بيه الولاد قبل المدرسة، وكمان هنعمل منه صنف حلو. انا عندي هنا كيلو من اللبن، هبدأ ازود البليلة. انا عايزة اللبن يبقى ازيد من البليلة او مرتفع عن البليلة بحوالي سنتي او سنتي ونص، علشان يبقى غني وتبقي حاسة بطعم اللبن. فهبدأ ازود كده واشوف كمية البليلة بالنسبة للبن، ارجع ازود تاني. زي ما قلتلكوا انا عايزة اللبن يبقى ازيد من البليلة، هي خلاص هي مش هتشرب منه لان هي مستوية. طبعا انا عندي اللبن غليته قبل ما اضيف ليه البليلة. هبدأ ازود نص كوباية سكر، لو عايزة سكر تاني ممكن تزودي على حسب الرغبة. معلقة صغيرة من الفانيليا. كمان انا عندي معلقتين نشا ومعلقتين من عندي معلقتين من كريم شانتيه البودر متدوبين في اللبن، هضيفهم للبليلة. النشا هيربط البليلة شوية، والكريم شانتيه هيديلها طعم حلو قوي. طبعا لو في كريمة لباني تقدري تضيفي، لو في قشطة كمان نضيف هيديلها طعم غني قوي. تمام، هنيجي بقى للتقديم. انا عندي كنافة، انا حمرتها في معلقتين سمنة. تمام، وعندي زبيب وعندي جوز الهند، وهبدأ اضيف الاول كنافة. كل واحد بقى على حسب هو عايز ايه وبيحب ايه، اللي بيحب مكسرات احط له، واللي ما بيحبش خلاص الكنافة بس بتديلها طعم حلو قوي. ولو كنافة كمان صبحة ممكن تتحط من غير ما تتحمر، يعني بيبقى بتدي برضو طعم حلو قوي. وبس كده عندي التحلية تتاكل بقى سخنة كده ملهلبة، بتدفي وطعمها جميل جدا. خلاص كده انا خلصت الفيديو بتاعي، يا ريت ما تنسونيش في اللايك وفي الشير وفي السبسكرايب. كنت معاكم نيرة سليم، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.